لما شفت فيديوهات ماركيز براوني اي جاسين عن الابل فيجن برو، حاجتين كنت عمال افكر فيهم: قد ايه الابل فيجن برو دي مبهره، ودي حصيله كل التجارب والمنتجات اللي ابل عملتها من ناحيه الهاردوير والسوفت وير، كله بيؤدي للابل فيجن برو، وانها فعلا تفوقت على المنافسه، تفوقت على ميتا والاوكيولوس بتاعتها اللي نزلت منها 4 نسخ. الابل فيجن برو احسن منهم كلهم. الحاجه التانيه، انا هعمل بيها ايه؟ انا لو جبت الابل فيجن برو فعليا انا هعمل بيها ايه او هستفيد منها في ايه؟ انا عارف انها قد ايه انها تكون مبهره. فكرتني مثلا بالايربودز ماكس. الايربودز ماكس اول ما جبتها كنت منبهر بيها جدا، وايه الصوت ده، وايه الترانسبيرنسي مود ده، وايه عزل الضوضاء ده. بس مع الوقت وهي تقيله ما كانتش مريحه بالنسبه لي، وحسيت بعد كده اللي انا مستفيده منها ما يستاهلش فرق السعر بينها بين السماعه بتاعت سوني ال WH-1000 XM5. فانا اولى بالفرق ده. الفرق ده بالنسبه لي السماعه السوني تقريبا كانت بنص ثمن الايربودز ماكس. فهل اللي انا واخده زياده من الايربودز ماكس ده يستاهل سعرها؟ زي مثلا لما تيجي تشتري عربيه، انت ممكن تشتري روز رويس افخم عربيه ممكن تجيبها، لكن فعليا انت هتستفيد بفرق الفلوس ده مثلا بينها وبين العربيه المرسيدس اللي هي تقريبا ممكن تكون بربع ثمنها او بنص ثمنها حتى. هل لما ادفع الفلوس الزياده دي انا مستفيد فعليا بحاجه؟ الفرق في فلوس بين الابل فيجن برو والاوكيولوس او الكويست 3، الفرق ده مستاهل؟ عملي الابل فيجن برو بتعمل حاجات ما فيش شركه تانية بتعملها، زي مثلا انت بتحول المحيط بتاعك وبتتفرج على افلام على القمر. انا شايف ان الحاجات دي كلها مبهره من اول لحظه، يعني اول اسبوع بقى عمال اتفرج بقى على فيلم على القمر وبتاع. وبعدين طيب يعني ايه الاستفاده الفعليه من كده؟ وبعدين انا حاسس انها يعني اداه للعزله. انا عايز اقعد اتفرج على فيديوهات على القمر وعلى مش عارف فين وفين وفين. انا كده بعزل نفسي، ما هو انا مش قاعد في بيت لوحدي، انا ما عنديش الوقت الفاضي الكافي ان انا اقعد استمتع بفيديو لوحدي. واكيد مش هجيب ابل فيجن برو لكل الناس اللي عندي في البيت. الموضوع مش منطقي بالنسبه لي. تاني حاجه برضو نفس المشكله اللي كانت موجوده في الايربودز ماكس، الابل فيجن برو مش مريحه. الابل فيجن برو تقيله لدرجه ان ابل مطلعين البطاريه بتاعتها باكسترنال كيبل، لدرجه ان ابل مدياك معاها بند زياده عشان يوزع الوزن بتاعها على راسك. تخيل ان ابل اصلا بتديك حاجه زياده، حاجه اكسترا، يعني بند وبتديك بند تانية. فده يدل ان قد ايه انها مش مريحه ان انت تلبسها بالسولو لوب باند اللي هم عاملينها، لان الوزن كله هيبقى متحمل على وشك. وعلى حسب كلام الناس كتير اللي هي استخدمتها، ماركيز واي جاستين واكتر من حد، بيقولوا ان الابل فيجن برو تقيله وبتحس بوزنها، ومش هتستحمل ان انت تلبسها اكتر من 40 45 دقيقه، وهي اصلا البطاريه بتاعتها بتقعد من ساعتين لساعتين ونص. تاني حاجه هي الاجهاد بتاع العين، لان انت محتاج تركز وتبص على كل حاجه انت محتاج تتحكم فيها. وده بقى الميزه والعيب، ان انت ما عندكش كنترولرز، فانت بتستخدم عينيك. هي بتقرا العينين كويس جدا ويعني اون بوينت ومفيش اي ديلي، لكن انت محتاج بقى تركز في كل حاجه. يعني مثلا تعالوا نجرب مع بعض. هات قدامك كيبورد اللي انت بتستخدمه عادي، اكتب على الكيبورد، فهتلاقي نفسك بتبص على الكيبورد او تبص على الشاشه وبتكتب وايديك حافظه انت بتعمل ايه. لكن بقى جرب ان انت تبص على كل زرار او كل حرف انت عايز تدوس عليه، تركز عليه وتدوس، وتركز عليه وتدوس، تركز عليه وتدوس. انت ممكن مع الوقت تتعلم ان انت تبقى اسرع شويه، لكن الفكره ان انت هتبقى قاعد طول الوقت عامل كده اهو. فاللي هو اصلا الموضوع برضو مش عملي، مبهر مش عملي. في فرق من يكون عملي وفي فرق ان هو تكون مبهرة. انت تتحكم بالحاجة كلها بايدك وبصوابعك، دي حاجة مبهرة جدا. وتتحكم بكل حاجة بقى، مش لازم تكون قدامك، من تحتك، من جنابك، فيها مستشعرات وسنسورز في كل حتة. عملية ماشي تقدر تستخدمها، بس هل دي تستاهل فرق السعر ما بينه وبين الكويست 3؟ هل دي كده تستاهل ان انت تدفع $3500 على ان انت تدفع كام 300 $400 مثلا في الكويست 3؟ انا مش شايف ان الموضوع منطقي. تاني حاجة برضو كنت حابب اتكلم عنها هي الافاتار بتاعك او البيرسونال بتاعتك اللي انت بتعمل لها سكان. تعمل سكان لوشك عشان لما تيجي تعمل فيس تايم او فيديو كول مع حد، فانت طبعا هتبقى لابس الفيجن برو، فهو هيشوف الافاتار بتاعك ده اللي هو شبهك بالظبط، سكان من نفسك، سكان من وشك. بس دي حاجه اصلا مضايقاني. يعني انا لما اكلم حد والاقيه طالع لي بالافاتار انا هقفل اصلا، أنا مش هكمل معاه اصلا مكالمه. يعني طب هي فرقت في ايه ان انا اكلمه مكالمه فيديو عن ان انا اكلمه مكالمه
مكالمه عاديه لما انا هتفرج على الافاتار بتاعه. الهيومن كونكشن في الفيديو كول خصوصا، يعني اصلا ان انت تتفرج مثلا تشوف حد قدامك، تشوف تعبيرات وشه، انت كده كده هتشوف تعبيرات وشه، بس انت تعبيرات وشه على افاتار مش تعبيرات وشه الحقيقيه. هتشوف الحاجه اللي حواليه، مثلا هتشوف المكان اللي هو قاعد فيه، هيبقى فيه هيومن كونكشن، هنبقى باصين لبعض شايفين بعض. لكن انا قاعد بكلم حد وهو طالع لي بالافاتار، انا بالنسبه لي بصراحه يعني حاسس انها قله ذوق. لما اكلم حد ويطلع لي بالافاتار، اللي هو طب انت مش قادر تمسك تليفونك تكلمني المكالمه الدقيقتين المكالمه اللي انا هكلمهم لك تاني دول؟ حاجه الشاشه اللي بره شكلها طبعا حلو جدا، شكلها مبهر جدا، لو كسرت هتدفع $2500 عشان تبدلها، وهي اصلا النضاره كلها ثمنها $3500. والشاشه اللي بره دي فيها شاشه بتبقى بيربل لو انت بتتفرج على حاجه منغمس، وبتبين بتطلع صورة عينيك عشان انت لو بتكلم حد. انا لو بكلم حد هو مش قادر يشيل النضارة من على وشه عشان يكلمني، انت تخيل انت نفسك رايح تكلم واحد وهو بيبص لك من النضارة، حاطط لك نضارة وعينيك طالعة كده من الصورة، هتحس بايه؟ قلة ذوق برضو نفسها، زي الفيس تايم، هي قلة ذوق. انا مش شايفها حاجة مبهرة، يعني هي امكانيات زيادة، امكانيات امكانيات امكانيات، بس هي عملية انا مش شايف انها عمليه. بعدين قعدت افكر، طب الابل فيجن برو دي هتكون عمليه لمين؟ ما هو انا مش هدفع $3500 عشان اتفرج على فيلم على القمر ده مبدئيا، ولا اتفرج على فيديوهات. اصلا هي ما عليهاش يوتيوب، ما عليهاش نتفليكس، في ابلكيشنز كتير وتطبيقات كتير اختاروا ان هم ما ينزلوش تطبيق على الابل فيجن برو، لكن انت تقدر تتفرج على المحتوى بتاعهم عن طريق الويب براوزر عادي او سفاري، تفتح الموقع بتاعهم، تفتح youtube.com وتشتغل وتتفرج على فيديوهات عادي جدا. بس طب هي عمليه لايه او لمين؟ لو هنتكلم مثلا على editing على فاينل كات، ماشي، ممكن توصلها على الماك بوك بتاعك وتفتح شاشة كبيرة وتشتغل على فاينل كات. لكن خلي بالكوا بقى من حاجة، الكورسر او الماوس اللي بيتحرك هو نفس الماوس بتاع الايباد الدايرة، فانت مش هتشوف ماوس. تاني حاجة، انت مش هينفع تفتح اكتر من شاشة واحدة، وشاشة الماك بوك بتاعتك هتطفي، فانت مش هتقدر تستغل شاشة الماك بوك مع شاشة مثلا اللي هتطلع لك على الابل فيجن برو وهي شاشة واحدة. على عكس مثلا الكويست بتاعت ميتا، تقدر تفتح 3 شاشات على الماك بوك بتاعك، ماك بوك مش كمبيوتر عادي، الماك بوك تقدر تفتح 3 شاشات مع الشاشة بتاعت اللابتوب بتاعك. ف اكيد هتكون اسرع، مثلا الليتنسي اقل شوية، لكن انا مش شايف نفسي لو انا عايز انجز فيديو مستعجل وعايز اخلص فيديو هروح جايب الابل فيجن برو وابص في المحيط بتاعي عشان اخلص الايديتنج بتاع الفيديو. ماشي، انا بعمل بقى مونتاج فيديو فور فن، ممكن عندي وقت فهقعد بقى ممكن اعمل كده، في طيارة مثلا هتعمل كده ممكن، بس ما انت ممكن تعمل كده برضو مع الكويست، اقل من نص تمنها او يمكن ربع تمنها حتى. انا نفسي اجرب الابل فيجن برو، اتمنى ان انا اعرف اجيبها في يوم من الايام، لكن انا عارف انها هتبقى انبهار زي الايربودز ماكس، زي ما قلت في الاول هنبهر بيها اول اسبوع 2 3 شهر، تحفة فنية، شكل، تصميم، امكانيات، مواصفات، مفيش زيها. بس كاستخدام عملي انا مش شايفها استخدام عملي. يمكن الحاجة الوحيدة او الابلكيشن الوحيد اللي ممكن تبقى استخدام فعلا عملي، لو حد بيشتغل على 3D موديلز او architecture engineer، مهندس معماري، فبيعمل الحاجة بقى في المحيط بتاعه 3D، ساعتها دي حاجة عملية. بس انت تعرف كام واحد بيشتغل الشغل ده هيدفع $3500 في الابل فيجن برو؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات انتوا رأيكم ايه، هل انتوا متفقين معايا ولا لا؟ هل انتوا مثلا شايفين انها حاجة عملية؟ ايه الاستخدامات العملية بتاعتها؟ يمكن اكون غلطان، بس هو ده رأيي بناء على استخداماتي. يعني انا شخص اصلا ما جبتش ولا في ار هيدسет ولا الكويست ولا حتى بتاعت البلاي ستيشن، انا شخص اصلا بيجيله موشن سيكنس لوحده لما بيتفرج على التلفزيون. لكن لما شفت الفيديوهات بتاعت الابل فيجن برو بصراحة كنت عمال افكر ان انا اجرب الكويست 3 واشوف العالم ده هيكون عامل ازاي. وانا شايف ان بصراحة ان الكويست 3 على حسب اللي انا شفته دي من احسن النسخ الفيسبوك او ميتا نزلتها، يعني دي تعتبر اكتر نسخة كمال من حيث الخفة، الراحة بتاعتها والامكانيات والمواصفات بتاعتها. ده غير كمان انها
مش بس ان انت تقدر تتحكم فيها بالكنترولز، تقدر تقرا صوابعك. مش عارف بالظبط ازاي، ما ركزتش قوي، بس اكتبوا لي تحت في التعليقات لو دي حاجه حابين تشوفوها، ان انا اعمل مراجعه واجرب الكويست 3 وتبقى اول نظاره واقع افتراضي اجربها. اكتبوا لي تحت في الكومنتس رايكم ايه، واعملوا لايك وشير الفيديو، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.